صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل القلقاس الفروزن اللي انا خزنته معاكم الموسم اللي فات، والنهارده هنشوف هنعمله مع بعض ازاي باسهل وابسط طريقه، وزي ما انتم شايفين كده زي الزبده. اول حاجه انا هبتدي ان انا احضر الشوربه بتاعتي، سواء لحمه او فراخ، المهم الشوربه بتاعتي تبقى كده متحيقه كويس والتست بتاعها عالي. انا هنا عاده ان انا بشوح اللحمه في ماده دهنيه حاجه بسيطه جدا، وبعد كده بكون محضره الميه السخنه بتاعتي وهضيفها على اللحمه لغايه ما تستوي، واحط بقى الجزر بتاعي، الطماطم، ورق اللوري، الحبهان، كل المنكهات الطبيعيه اللي عندي اللي بتدي طعم للشوربه وتست عالي. بعد كده هبتدي ان انا اعمل الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، هتغلي وهبتدي ان انا اهدي كده النار عليه عشان اللحمه تستوي على مهلها. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي بشعريه، طبعا كلكم اساتذه في الرز ابو شعريه، لكن انا حبيت بس ان انا اعملها معاكم للمبتدئين. هبتدي ان انا احط الماده الدهنيه، وهبتدي ان انا احمر الشعريه كويس جدا، وبعد كده هكون غاسله الرز مصفيه كويس، وهبتدي اضيفه للشعريه اول ما تتحمر، وهكون محضره الشوربه بتاعتي او ميه سخنه. المهم لو مفيش شوربه يبقى نحط مكعب مرق عشان يدي طعم للرز. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اشوحه، وهضيف الشوربه او الميه بمكعب المرق وحيقه، اول ما يغلي هوطي عليه زي ما انتم شايفين. كل ده انا ما طلعتش القلقاس من الفريزر الا لما اجي احضر الشوربه بتاعتي، وهكون هسقطه على طول وهضيفه للشوربه. هنا زي ما انتم شايفين كده حطيت للرز مكعب مرق، وهضيف عليه الشوربه او الميه السخنه، ولازم طبعا اشوحه كويس عشان يبقى مفلفل زي ما انتم شايفين. ضفت عليه بقى كده الميه السخنه او الشوربه، وهضيف هنا الملح بتاعي وحاجه بسيطه من الفلفل الاسمر. طبعا هتقولوا لي ازاي رز وهنحط عليه فلفل اسمر؟ اقول لكم ده بيدي طعم حلو للرز، وكمان احنا كده كده لما بنيجي نسقيه بالشوربه، ما الشوربه بتبقى فيها فلفل اسمر، دي منكهات طبيعيه كده وحلوه للشوربه وللرز. هبتدي بقى هنا ان انا احضر الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بتاعت اللحمه، علشان اسقط فيها القلقاس. القلقاس هكون لسه مطلعاه، يعني انا مش هخلي القلقاس فتره بره، لا انا هطلعه على طول وهغسله واحطه في الشوربه. راجعوا فيديو تخزين القلقاس، كانت اسهل وابسط طريقه للقلقاس. زي ما انتم شايفين كده لسه مطلعاه من الفريزر يا دوب وغسلته، واول ما غسلته حضرت الشوربه بتاعتي وضفته للشوربه. الشوربه هنا محيقاها كويس جدا، وهنا حطيت مكعب مرق وحطيت شويه فلفل اسمر، وطبعا الملح بتاعها كان كويس جدا ومحضره. هنا الرز ابتدى الميه بتاعته تتشرب، هوطي عليه ويستوي بقى براحته. انا بقى طلعت هنا السلق وما رضيتش افكه زي ما انتم شايفين كده عشان اقول لكم هو فروزن بيبقى شكله ازاي. هنا انا كنت حاطه في السلق بتاعي شويه من التوم، لكن هنا زودت التوم عشان يدي شمكه حلوه كده اكنه لسه فريش ولسه معمول. زي ما انتم شايفين كده ماده دهنيه تاني، وابتديت ان انا اشوحه، وحطيت التوم المفري وهضيفه على طول. مش هياخد دقيقتين 3 على النار، والقاس مش هياخد وقت خالص، يعني خد حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق واستوى. ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده ضفته للشوربه، طعمه كان خطير وما خدش وقت، اكله سهله وبسيطه، والفرزنه بتاعته كانت سهله برضو. راجعوا الفيديو بتاع تفريز القلقاس، وكان طعمه في منتهى الجمال. اسهل وابسط طريقه لتخزين القلقاس وانجح كمان. زي ما انتم شايفين كده شكله ما خدش وقت خالص زي ما انتم شايفين. بصوا بقى خطير، طعمه في منتهى الجمال، وكان سهل وبسيط. وهوريكم دلوقتي. بصوا القلقاسية نفسها طرية جدا وزي الزبدة. بصوا زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال، سهلة، وكمان ينفع للموظفين، ينفع للي ما عندهمش وقت، للمميز اللي على طول في المدارس ما بتبقاش قادرة ان هي عندها وقت تعمل الاكل باستمرار. زي ما انتم شايفين كده ما خدش وقت، واسهل وابسط طريقة للقلقاس.
وزي ما انتم شايفين كده شكله في منتهى الجمال وطعمه كان خطير هنا مع الرز المفلفل. حاجه كده عظمه، دي من الاكلات الشتويه اللي فعلا في منتهى الجمال. بصوا بقى والقلقاس عامل ازاي، زبده يعني ما خدش اي وقت على النار. زي ما انتم شايفين كده بصوا، انا بعملها بالشوكه قدامكم، ما خدش وقت، وفي نفس الوقت السلق برده ما خدش وقت، وسهله. يا رب تعجبكم.